أهلا وسهلا، تحية طيبة متتبعات ومتتبعي قناة إشارات. اليوم في إشارتنا نتناولوا الخرجة الأخيرة ديال المسمى حفيظ الدراجي وكذلك بونيف. فالخرجة ديالهم جات في توقيت واحد وعلى موضوع واحد، مما تعني أن التعليمات كتصدر من الكابرانات البيادق ديالهم، فكيتم التنفيذ ديالها مباشرة. التدوينات ديالهم والخرجات الإعلامية ديالهم كانت متعلقة بالسرقات اللي كيتعرض لها التراث الجزائري. نساو الكان 2025، نساو التنظيم المبهر والعالمي ديال الشان، ومشاو مباشرة كيتناولوا موضوع ديال السرقات اللي كيتعرض لها التراث الجزائري. وبطبيعة الحال المتهم في هذا الموضوع هذا ما يكون إلا المغرب اللي كيسرق التراث الجزائري. الحقيقة أن الجزائريين ما اتهموش غير المغرب بالسرقة ديال التراث ديالهم إن كان تحت الصدارة، ولكن حتى المصريين وحتى الإخوان في الأردن وإسبانيا وفرنسا كلهم متهمين بالسرقة ديال التراث الجزائري. حتى أن أحدهم قال لك أبو الهول غضبان ومغمض عينيه لأنه تمت التهريب ديالو من الأرض ديالو اللي هي الجزائر إلى مصر. ما تستغربوش، فحال الحماق والهبال ديال بعض الناس في هذه البلاد هذه، الله يعفو عليهم. المهم، احنا شنو يمكننا نقولوا لهذا الدراجي هذا ولا الديل ديالو بونيف؟ ان التراث ديالنا في المغرب حنا مكلفين بالحمايه ديالو. علاش؟ لان التراث ديالنا هو حجر الاساس اللي كتقوم عليه الامم، والمغرب امه من الامم التاريخيه اللي عندها تاريخ مجيد. فإلا قلنا هو حجر الاساس من حيث التاريخ الثقافي، سواء في الماضي او الحاضر او المستقبل. وهذا علاش حنا امه عندها الامتداد ديالها عبر التاريخ، ورغم ذلك الظروف والزمان ما غيراتش من العادات ديالنا والتقاليد ديالنا الا في بعض النواحي اللي كتماشى مع الحياه الحاضره. وهو كما تنقولوا المثلث الهويه معروف: اللغه، الدين والتاريخ. هذا هو اللي كيشكل المثلث ديال الهويه. هو في النهايه التراث الفكري والديني والفني والثقافي والمجتمعي ديال اي امه من الامم. ولله الحمد، اللغه ديالنا في المغرب امازيغيه وعربيه ونتعايش ولله الحمد بسلام. الدين ديالنا الاسلامي والحمد لله، متشبتنا بالقيم ديالنا الاسلاميه. والتاريخ ديالنا يعرفه البعيد والقريب. أمة لها امتداد تاريخي كبير، إمبراطورية بما تحمله الكلمة من معنى. أنتم في هذا المثلث كتفتقدوا للتاريخ. نسلم لكم الدين واللغة، ولكن التاريخ هو ما يجعل مثلث الهوية ديالكم فاقد السيطرة وفاقد الهوية. يعني منين كنتكلموا على أن في النهاية الهوية ديالنا ولا التراث الفكري بجميع الأشكال ديالو، فهذا المثلث إلا افتقد الضلع من الأضلاع ديالو تيكون ناقص. ولهذا في التاريخ اللي كتفتقدوا دولة الجزائر تيجعل الهوية ديالها ما كيناش، وما يمكنش يكون عندها تراث بدون ما يكون هذا المثلث مكتمل الأضلاع. فاحنا ما نمشيوش بعيد. ف
قرن و32 سنة تحت الاحتلال الفرنسي، 4 قرون تحت الاحتلال العثماني. قبل ذلك كنتم جزءا من الإمبراطورية المغربية. إذا لا وجود لتاريخ يمكن أن يشكل ضلعا من أضلاع الهوية ديال الجزائر، فكل ما تمتلكونه هو شيء من هنا شيء من هناك. والتأثير الفرنسي كان كبير وكبير بدرجة لا تتصور. ومنين كنهضروا على التراث كنهضروا على بزاف ديال الحوايج. فنجيو غير للمطبخ المغربي اللي نتوما غتحماقوا وباغين انكم تنسبوا لكم بعض الاكلات المغربيه التي لا تمتون لها بصله لا من قريب ولا من بعيد. فحافظ الدراجي، ربما واش يمكن تتخمم ان المغاربه يمكن يسرقوا اكله جزائريه سميتها مومو في حجر مو؟ ما هذا الاسم الغريب؟ لا تتصور ابدا اننا يمكننا نسرقوا اكله سميتها سكران طايح في الدروج. هذا العبث هذا سمحنا لكم فيه، خذوه. ونزيدك، واش اكله ديال سميتها دزدام الاغا ولا القاضي وجماعته؟ فهادو اكلات اللي من الاسم ديالهم تيدلوا على انهم من مخلفات الاحتلال العثماني. اذا شنو نسرقوا لك سكران طايح في الدروج؟ لا لا، غير بح ما غنسرقوا لك شيء. هذه الاكله هذه غير من الاسم ديالها باينه. نتصور حال السكران هو طايح في الدروج، رد حوايجو حالتهم لا حاله ودايرها تحتو بحال شنقريحه. لا بلاش، خذ هذه الاكله هذه ما عندنا ما نديرو بها. التراث، منين كنهضروا على التراث كنهضروا على اصل موجود على ارض الواقع. كنهضروا على جامعه القرويين، كنهضروا على صومعه حسان، كنهضروا على الكتبيه، كنهضروا على جامع الفناء وما يحتويه من تراث شفهي لا يمكن ان يتصوره احد. كنهضروا على بزاف ديال الاشياء. كنهضروا على الساحه المائيه بمدينه فاس اللي ربما تمشي تقرا عليها وتعرف سر من اسرار التراث الانساني اللي حد الان يعجز العلم الحديث على انه يصلحها. فهذا هو التراث اللي كنهضروا عليه. فمنين كنشوفوا ربما الاهرام تنقولوا عجيبه من عجائب الدنيا، هذا ما ابدعه المصريون القدماء. منين كنشوفوا القرويين كنقولوا ان المغاربه بالتفكير ديالهم خموا انهم يبنيوا اول جامعه في العالم يتم احداثها، جامعه بكل ما تحمله الكلمه من معنى، وكانت اول جامعه تسلم اجازه في الطب. ومنين كنشوفوا مشور تلمسان تنقولوا هذا ما ابدعه المغاربه في الجزائر. ومنين كنشوفوا عمارات الجزائر في الشوارع ديالها اللي كتفتخروا بها تنقولوا هذا ما خلفه الفرنسيون في الجزائر. اذا التراث له معاني وله دلالات. التراث نستنشقه ونراه بأم أعيننا ونعيشه في عاداتنا وتقاليدنا. وما عليك يا حفيظ إلا أن تخط بيدك مجموع التراث الذي قام المغاربة أو قام غيرهم بسرقته، تخطها بيدك وتكتب ما يؤرخ لهذا التراث. وأرجوك ما تمشي شيء عند البيطري ديالكم لكي يخط لكم كلمات في التاريخ التراث ديالكم.
لأن التاريخ له أصوله وقواعده، وله طرقه التي يكتب بها. أما أن يأتي هذا البيطري يجتزئ جزءا من هذا الكتاب ويجتزئ جزءا من آخر اللي كيتماشى مع الطرح ديالو باش يحطو منقوص وليوهم القارئ بشيء غير الذي كتب في ذلك الكتاب، فهذا غير مقبول. شوفوا شي كاتب تاريخي اللي عنده الآليات والإمكانيات والوسائل باش يمكن له يوثق هذا التراث ديالكم. حنا ولله الحمد راه التراث ديالنا موثق ولا زلنا نبذل مجهودا في هذا المجال. اش غادي نقولوا؟ يمكن نستعر شنو قال الناس الغيوان في احدى الاغاني، نستعر واحد الكلمات وغادي نقولهم. غادي نقول لك: يا تبون ارض كلاب شريطك علينا، رحنا مغاربه بالعز وفي العز تربينا. يا شنقريحه ارض كلاب شريطك علينا، رحنا مغاربه في الخير وبالخير تربينا. عيوننا على شوفت المليح ادواو، وانت ماشي زين هز زبلك علينا، وانت قلبك حجر نوض اخطينا. لهنا نشوفوا الجزء الاول من هاد الاشاره، ونمشيو الجزء الثاني اللي نخصوه اللقاء تبون اللي كان بالولاة والعمال خلال هذا الشهر، واللي فرض واحد الجزء كبير منه الحديث على انه لن يتخلى عن الصحراء بين قوسين الصحراء الغربيه. وهذا كيأكد بالملموس ان الدبلوماسيه الجزائريه همها الوحيد صار هو الصحراء المغربيه، لان هذه القضيه هي سياسه الدوله الوحيده الخارجيه الجزائريه. ما كايناش شي قضيه اخرى يمكن تناولها الجزائر في علاقتها الخارجيه مع مختلف الدول. هذه السياسه كلفت الجزائر لحد الان وما هو معلن عنه 500 مليار دولار. 500 مليار دولار تخسرات في سبيل قضيه خاسره لحد الان وخاسره في المستقبل. في المقابل الشعب الجزائري ما زال تيرزح تحت الذل ديال الطوابير والصفوف من اجل اخذ المأكل والمشرب ديالو. هذه الخرجه هذه ما هي الا تاكيد وتذكير بالاولويه الحقيقيه للدوله الجزائريه، حيث ان تبون من تيقول لك مهما كان الثمن فتيعني ان الجزائر لا زالت سترزح تحت ظل الفقر والمدقع لسنوات حتى هذه القضيه هذه تعرف طريقها الحل. وحنا اللي كنأكدوا لتبون ان راه الناس ديال البوليزاريو هما اللي ما غاديش يتخلاو عليك. واليوم او غدا ستتأسس دولة البوليزاريو في الجنوب ديال الجزائر، وحنا ما غاديش نتخلاو على المناطق ديالنا تندوف وبشار ومهلا كلهم. نساليو هذه القضيه ونفكروا اننا نسترجعوا هذه المناطق المغربيه اللي اجتازها الاستعمار الفرنسي الغاشم في وقت من الاوقات. اذا كن على يقين ان البوليزاريو ما غاديش يتخلاو عليك، وحنا ما غاديش نتخلاو على الصحراء ديالنا، والجزائريين لهم الله. وهذا هو الشغل الذي كان يجب أن يشتغل به بونيف والمدعو الدراجي، أنهم يوعيوا الشعب بالحقيقة وبالخطورة ديال هذه المواقف هذه اللي تخلصوها من جيبهم ومن مستقبلهم ومن حاضرهم، تخلصوها بأثمنة باهظة، وتخلصوها من الجهد ديال الأبناء ديالهم ومن الثقافة ديال الأبناء ديالهم. وما عليه إلا أن يقوم بإطلالة على التصنيف الثقافي
أو تصنيف ديال الدول الأكثر تأثيرا ثقافيا من في العالم العربي، فالجزائر غير موجودة في 2023 بين العشر دول العربية الأوائل. ونبشرك أنها كانت غير موجودة في 2021، وكانت غير موجودة كذلك في 2019. إذا سير قلب على التراث اللي كيتسرق، دير اللائحة ديالك وأجي مرحبا بك. إلى هنا نقول إلى الملتقى إن شاء الله في إشارات أخرى.